بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان عبر قنواتي السياسية الرياضية، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بأن ألتقي مع حضراتكم من خلال هذا الموعد الكبير وهذه المباراة المهمة جدا هنا في ملعب نيلسون مانديلا هنا في العاصمة الجزائرية، حيث يستقبل المنتخب الجزائري منتخب غينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم عن القارة الإفريقية، والتي تضم إلى جانب هذين المنتخبين بالتأكيد منتخبات بوتسوانا وأوغندا وموزمبيق ومن بطولة كأس العالم. صافرة حكم المباراة باملاك تيسيتي تتعرض للضغط في مباراة اليوم من قبل لاعب يبدأ بعطال بماندي، يبدأ بتوغاي، يبدأ بذي أدار الجزائر في مباراتين وديتين سابقا. كرة غينية عرضية، المتابعة، التصويبة، لكن الكرة بتتحول والكرة بتتخلص. 3 دقائق مشاهدين متابعين مرت من زمن شوط المباراة. آية نوري في التغطية، لكن المرور يعود نورا، بترجع مرة أخرى والفرصة تأتي والتصويب. الله 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 الله، الضربة الجزائرية الأولى. بعض المناسبات التي تفوقوا فيها في مواجهة يدير فيها المنتخب الجزائري. ماندريا يقطع الضغط عن صاحب 60 سنة السويسري من أصل بوسني عن من يقتربون من صدارة المجموعات التسع. كرة، وأذكر السادة المشاهدين في كل مكان بأن في الأسماء بغداد بنجاح أيضا لا يبدأون هذه المباراة، والكرة يلقبون كانت عن طريق ياسر بالدي لكن أطول من اللازم. كرة تصل باتجاه عطال، عطال عدى، عطال تقدم، لكن الكرة فيها السقوط. ماذا يقول الحكم؟ ماذا سيقول في هذا التوقيت الحكم؟ باملاك تيمندي وصلت بعد ذلك في مكان ممكن العرضية البينية تأتي، الكرة تصل، التصويب. الله 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 الله، الكرة يتغير اتجاهها والكرة بتتحول بعد ذلك إلى ترجيم. الكرة تصل في مكان إلى عطال يرسل عن هدف وكرة في 18. عرضية غينية، الغيني اللي بدوره يحاول فيها في الجهة اليمنى، لكن بعد مرور 20 دقيقة الكرة العالية والعرضية الراسخة، يبحثون عن الكرات العرضية الراسية، لكن ماندريا في الموعد يتصدى للكرة ويحاول فيها أن يبدأ من خلالها فرصة بالتأكيد البوسني، والكرة بتصل إلى بالرحمة، يا بالرحمة، لكن دفاعات منظمة تنجح في قطع الطريق. الكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب صافرة، وهناك خطأ وصلت إلى يوسف عطال والعرضية، لكن هذه النية داخل تسديد، لكن هي عرضية ولذلك راحت لكن لا وجود للرأسية. ياسين التصويب إلى خارج الملعب، كرة كانت عالية، كلام الله الله، العرضية الله لمصلحة المنتخب الجزائري، مقطوعة من إبراهيمي، صارت الكرة فيها الصافرة وخطأ، وكرة ثابتة قبل هجومهم. نشاهد ونتابع الكرة العرضية وسط التشجيع، وسط الشعارات، وسط الحناجر، وسلام في التحولات. هل هناك تحول؟ لا مجال. يحاول في دائري مرور نصف ساعة، كيف سيكون الحل؟ العرضية، لكن الكرة بترجع في الجهة اليسرى، خطيرة غينية وتصويبة، تصرف لو تصرف. البينية، لماذا بالرحمة؟ لماذا؟ اترك سعيد، كان يمكن لجماهير كلانا أن تكون سعيدة. شوف اللقطة، شوف من بين الأقدام، مرور ممتاز عن طريق اللاعب أمين كويري، والكرة الركنية لمصلحة المنتخب الغيني. يرسل كرة عرضية عالية، يرسل كرة عرضية، شوف التغطية، العرضية لمن والآخر، والكرة ثابتة تأتي والعرضية تأتي، وعود من نوري، يلا سعيد، تصويبة قوية، لم تكن قوية. فكر في المرور أولا وبعد ذلك التصويبة كانت ضعيفة من جانب يريد إنجازا أكبر. ممتاز الروقي اللي يبعد الكرة، تحات إبراهيم يتقدم، يا سلام يا ياسين، لكن التمريرة منتخب غينيا أيضا ممرا له، هذا الممر، هذه الجزائر يختارها، يا بالرحمة، التصويب. الله الله، انهم يصوبون يا سروق يصوبون، ضربة ركنية، يتقدم
دمبنزية بكرة عرضية رأسية، لكن الكرة إلى خارج الملعب والفرصة بتتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. شوقي الجزائري من ينافس بشكل مباشر على هذه البطولة، فرص كافية للتسجيل، هناك تسديدات كانت ولكن اصطدمت فيه، يبحث عن التمريرة خطيرة والتصويب، الله، هدف غيني أول يأتي بعد 4 دقائق فقط في شوط المباراة الثاني، بعكس كل التوقعات هنا في ملعب نيلسون مانديلا كانت عن طريق اللاعب مورولاي سيلا الذي بدأ الكرة والذي أكملها وسجل هدفا أولا. انظر إلى جماهير المنتخب الغيني السعيدة بتسجيل منتخب هذا، لكن التمريرة وهنا التعديل وهنا بالرحمة، الله 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 الله، ستكملها بنفسك، كرة بالرحمة يجب أن تكتمل. الجزائر يعودون سريعا والمحاربون يتنفسون الصعداء، سجلوا التعادل، سجلوا التعادل. كرة بالرحمة لازم تكمل، ما لازم تضيع. الله على الاسكوري، بيرسل الكرة في الجهة اليسرى، التمريرة تأتي شوطها الأول وشوطها الثاني، الكرة وصلت واليسرى، التمريرات العالية، الاستلام، الآن الزيار، لكن الرأسية تبعد الكرة، التصويبة تأتي والكرة في شباك ماندريا. إنهم لا يصدقون ترك كمارا بهذه الصورة، ال18 من خارج ال18 يسجل ضربة ثانية للمنتخب الغيني في الوقت الذي كانوا يريدون وينتظرون هدفا آخر للمنتخب الجزائري. ماذا يحدث للمنتخب الجزائري تجاه نوري؟ نوري وقف، نوري سيطر، نوري حاول، لكن الكرة من بالرحمة ما زال في الملعب والكرة بترجع. كانت واحدة من أهم الحلول الآن العرضية الرأسية، لكن ما زال هناك أخضر، ما زال هناك أخضر. آخر ربع ساعة يوجه تحية للجماهير أيضا اللي حاضرة في هذه المباراة. يا عمورة يا عمورة، عدى عرض، ولكن لو للفردي يجب أن يقترب منه أحد، لا يمكن للاعب أن عمورة إلى عطال، تصويبة قوية، الله الله، عدت يا يوسف، عدت، كانت قريبة جزائر، ضاعت الكرة من المحاربين. يوسف عطال كان